مفيش راجل بيتخطف من ست. أيوه، الواقع بيقول إن مفيش راجل بيتخطف من ست، ولو اللعبة مش عاجباه هو مش هيروح لها أصلا ومش هيسمح لها إنها تدخل حياته. بعض الرجالة يا جماعة هم اللي بيطلبوا إنهم يتخطفوا أصلا ويفتحوا الباب بنفسهم، وبعد ما الحياة تخرب فيتقال إن فلانة دي هي اللي خربت البيت، هي اللي لفت عليه وأخدته من زوجته ومن أولاده. لكن لو هو مش عايز هو مش هيروح ومش هيتخطف. ومفيش ست بتدخل حياة راجل وتخربها إلا لما يكون الراجل نفسه بيديها الضوء الأخضر وبيقول لها أهلا وسهلا اتفضلي، حتى بدون كلام واضح وصريح، ولكن التصرفات نفسها بتدل على كده. لك- لكن لو كان من البداية وقفها عند حدها وما كانتش فعلا هي قدرت تشعر منه انه بيقول لها اتفضلي واداها الضوء الاخضر، ما كانتش قدرت، لا قربت ولا خربت. قبل ما نقول ان الست دي خربت بيوت، طبعا بدون ما احنا ما بننفيش المسؤولية عنها ولا عن سوء تصرفها ولا عن حتى عدم اخلاقها وعدم دينها وكل اللي انتوا عايزين تقولوه قولوه، لكن المسؤولية الأولى بتقع فين؟ بتقع على الراجل. هو اللي بإيده إنه يحافظ على بيته، هو اللي بإيده يوقف أي واحدة بتحاول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إنها تاخده من بيته ومن أولاده. مين اللي فتح باب البيت وسمح بالخراب إنه يدخل؟ مين؟ يبقى بعد كده لما نيجي نقول فلانة خربت بيوت، هي خربت بيوت، لكن مين اللي ساعدها؟ الراجل. لو صدها من البداية أكيد ما كانتش هتقدر تدخل البيت ولا تخربه.